الصوت المصري الاصيل فيه مسحه زمن الاسطوانات، لحسه القهوه البلدي وريحه الجنزبيل الوردي. ايه يا ابني الكلام ده؟ مين اللي كاتبه؟ القهوجي؟ بهاء فتحي عبد الله سلطان، مواليد اكتوبر 1972. لا مش برج العقرب ما تقلقش. طيبه بهاء سلطان الشديده بالرغم من اكاديميته الخلفيه الكبيره، بطبيعه الحال هي شخصيه ما بتعرفش تدخل في صراعات وترند وبيزنس، وده بالظبط اللي خلاها فريسه سهله في عالم صناعه الموسيقى الشرس اللي احنا عايشين فيه، وما بيرحمش اي حد ابن ناس ومتربي ويعرف الاصول. بس ايه اللي حصل؟ تعالوا ندخل الموضوع من الاول. بهاء اتولد في حي حدائق القبه في القاهره، ونشأ في بيئه مصريه واصيله وشعبيه، هي اللي شكلت هدوءه وطيبته الشديده اللي ظهرت عليه طول مسيرته. بهاء من صغره ما كانش طفل المشاغب اللي احنا متعودين عليه، ولا كان بيطلب تليفونات ولا ايبادز، بالعكس كان هادي جدا وخجول لاقصى درجه. ولكن زي ما قلت ده ما بيمشيش ابدا في السوق الشرس بتاع الموسيقى في اليومين دول. بس لما كان بيغني في لمه عيله او جروب مدرسه، الكل كان بيسكت عشان يسمع ويطرب، ولكن الموهبه لوحدها ما كانتش كفايه. بعكس مطربين كتير بداوا بالفهلوه والخبره السمعيه، بهاء قرر يثقل موهبته بالدراسه الاكاديميه. بعد ما خلص الثانويه العامه قرر انه يدرس الهوايه اللي هو بيحبها بشكل اكاديمي، فدخل كليه التربيه الموسيقيه جامعه حلوان وتخرج منها بشهاده بكالوريوس. دراسته زرعت جواه احترام مرعب للنوتة والمقام، وان الموضوع مش بيمشي بالحب والاحساس، لا ده خلاه يفهم يعني ايه عرب وازاي ينقل من مقام البياتي لمقام الصبا. دراسه المقامات والنوتة الموسيقيه والعرب الطربيه الصعبه ودراستها بشكل متقن خلته يكون مبدع وعينه مغمضه. ولو كان بهاء هدفه هو الموسيقى والابداع، كان في ناس كتير تانية هدفها حاجة تانية خالص. في أواخر التسعينات الوسط الغنائي في مصر كان بيمر بمرحلة انتقالية. الأغنية السريعة الشبابية هي اللي مسيطرة. مين اللي سمعه؟ الشاعر والملحن مصطفى كامل، وده كان في جلسة خاصة، وأعجب بيه جدا بفخامة صوته والجودة النادرة. أخده من إيده وعرفه على المنتج نصر محروس، وده طبعا صاحب شركة فري ميوزك. وهنا بقى نيجي عند موضوع البيزنس. محروس من صناع النجوم الشهير في الوقت ده، نجوم زي تامر حسني وشيرين، ونصر محروس انبهر بصوت بهاء سلطان وراح موقع معاه عقد احتكار، واستخدم تكتيك ذكي جدا اسمه ألبومات الكوكتيل، وبدأ يقدمه للجمهور بالتدريج اللي وقتها كان اسمه فري ميكس. فنزلت له اغنيه احلف والله العظيم، وده كان في البوم فري ميكس 1، وكسرت الاغنيه الدنيا وكانت بمثابه زلزال قوي، والجمهور نزل محلات الكاسيت وقتها عشان يطلب الشريط بالاسم بتاع بهاء سلطان. نصر محروس وقتها لقى الكنز، وفورا بدا يضخ كل امكانياته التسويقيه تجاه موهبه بهاء سلطان. وبعدها نزل اول البوم رسمي في سنه 2000 باسم يا ترى، وبعدها البوم 3 دقايق في 2003، وبعدها البوم قوم اقف في 2006 اللي كان دويتو شهير مع تامر حسني. وبقى بهاء سلطان الحصان الكسبان، صوته ما يختلفوش عليه اتنين، ومبيعاته وشرايطه مكسره الدنيا. الله، طب ما الدنيا ماشيه زي الفل اهو يا نور، وما زعلان ليه؟ صبرا جاي لك في التقيل. ما تيجي تقعد، تعالى اتفضل حضرتك، اتفضل تعال اقعد مكاني، هات له مايك يا ابني، اتفضل المايك حضرتك، تعال كمل الحلقه. في نهايه الالفينات بدات تظهر ازمه مكتومه في الكواليس، ودي كانت بسبب طبيعه عقود الاحتكار. في عالم البيزنس المنتج عايز يضمن حقه لاخر مليم، يعني زي الفلاح كده لما يكون عايز يحلب البقره لحد اخر نقطه حليب، مش مهم عنده قوي صحه الجاموسه، بس المهم كل مليم والاطول فتره ممكنه. العقود اللي كان بيمضيها بهاء سلطان في البدايه، وبسبب قله خبرته القانونيه وطيبته المفرطه، كانت بتتصنف قانونيا تحت بند عقود الاذعان والاستغلال الاحتكاري. تحس انه مرض والعياذ بالله. العقود دي ما كانتش بتقول انه بهاء بس يغني، دي كانت بتشترط ان بهاء ما يقدرش يغني ولو في فرح او حفله او برنامج او تتر او اي حاجه الا باذن كتابي مسبق. يعني حضرتك ما ينفعش تفتح اي نوته الا بالاذن، والاذن ده من مين؟ من نصر محروس شخصيا. نصر محروس كان السبب ان هو يقلب حياه بهاء سلطان راسا على عقب، وهو اكبر مثال استغلالي للبيزنس للصوت طرب الحلو المصري، وفوقها كمان الزامه بدفع نسبه ضخمه جدا للشركه في اي حفله هو يعملها. بهاء سلطان بدا يحس ان هو بيلف في ساقيه والدنيا بتضيق عليه، وان هو بيدفع معظم ارباحه للشركه، وفي وقت الشركه ما بتنتجش فيه اي البومات جديده بالمره، ومتاخره كمان في انتاج البوماته. طب ايه السبب وايه اللي حصل في الوقت ده؟ في الوقت ده شرايط الكاسيت كانت ابتدت تموت، ومع ظهور الانترنت وتحميل السيديهات، فكنتيجه لده سوق الكاسيتات كله
اتضرب، والمنتجين وقتها ما كانوش عارفين لسه ايه الحل ويتصرفوا ازاي، لان في نهايه الامر هم عايزين يحموا استثماراتهم الفنيه. بدا نصر محروس يشتكي ان بهاء سلطان بيحيي حفلات من وراه بدون ما يدفع النسبه اللي متفقين عليها مع الشركه. وللاسف بالنسبه لبهاء سلطان ما بقاش عنده اي دخل الا من الحفلات دي، واللي نسبه كبيره جدا من دخلها بيروح لعقده مع مين؟ نصر محروس. الانفجار الكبير حصل في 2014 لما دخل بهاء سلطان الاستوديو وسجل ألبوم كامل جديد بعنوان سيجارة، ونزلت منه أغنية سينجل اسمها أسيبك. بس نصر محروس مرضيش ينزل الألبوم في السوق إلا لو بهاء مضى عقد جديد يسمح بتمديد فترة الاحتكار 2 سنين إضافيتين، يعني نفس الشروط القديمة، يا كده يا مفيش ألبوم. بهاء سلطان رفض التجديد وطلب حريته الفنية. اتحول الخلاف فورا من كواليس الاستوديو لساحات المحاكم الاقتصادية والقضاء. تخيل الراجل الكمل بهاء سلطان تدخله محاكم وقضايا وقرف، الله يسامحك يا شيخ. نصر محروس رفع دعوة قضائية واتهم فيها بهاء سلطان بالإخلال بالتعاقد، وطلب يدفع الشرط الجزائي فورا اللي كان قيمته وقتها $1.5 مليون. وزي ما قلت لك وقتها كان بهاء بالعافية بيجيب دخل بسيط من الحفلات الصغيرة اللي بيغني فيها. تطلب منه $1.5 مليون، ما تيجي تتفضل مكاني احسن وتاخد الميكروفون، اتفضل تعالى حضرتك خد التيشيرت اتفضل. وبعت انذارات رسميه لنقابه المهن الموسيقيه اللي اضطروا رسميا وقف بهاء سلطان من الغناء واقامه اي حفلات تماما. مش بس كده، وعدم اصدار اي عمل جديد، ولا يقدر يروح اي حفلات بامر قانوني، يعني اتقفل عليه بالضبه والمفتاح. القضيه فضلت تتاجل من سنه لسنه. وتخيل مطرب في عز شبابه وقوته وصوته الجميل اللي وصل لاعلى درجة في حياته ومسيرته الموسيقية يقعد 7 أو 8 سنين كاملين ما يعملش أي حاجة بصوته. أيوه، استمرت حرب القضايا والمحاكم 7 أو 8 سنين، وبقى الألبوم للأسف محبوس في الدرج، وبهاء ممنوع من ممارسة أكتر حاجة بيحبها. والمحكمة الاقتصادية حكمت في النهاية بالتنفيذ العيني. يا عيني عليك يا ابني. يعني إيه؟ يعني إلزام بهاء بإعادة تسجيل الألبوم كامل، لأن نصر محروس قال إنه فيها عيوب هندسية وفنية بألبوم سيجارة قبل ما يفسخ العقد. واتحرم جمهور بهاء سلطان لسنين طويلة من أي عمل جديد يعمله، يعني المنتجين لا رحموا ولا خلوا رحمة ربنا تنزل. خلال الفترة دي بعد بهاء تماما عن الإعلام، ورفض تماما يهاجم المنتجين أو يركب الترند. وطبعا زي ما أنا وأنت عارفين كويس، في ناس كتير بتفتعل المشاكل والخناقات بس عشان يركبوا الترند. الله، بهاء أنت كويس يا حبيبي؟ إيه يا ابني الأصل العالي ده؟ إيه الحلاوة دي؟ حطوه في متحف يا جدعان. المهم قضى وقته بعيد تماما عن الأضواء ولا السوشيال ميديا، ويقال له في الفترة دي بدأ يحفظ القرآن الكريم كله بالتجويد، لدرجة انه انتشرت ليه فيديوهات متسربة وهو بيقرأ القرآن. وطبعا في ناس كتير عجبها الموضوع وحسوا بتعاطف كبير جدا تجاهه. جمهوره فضل يطالب برفع الحظر عنه، وبعد سنين طويلة الحمد لله انتهت الأزمة المعقدة دي في ديسمبر 2021، وتحديدا في ليلة راس السنة، وعقبة في طريقه. الله أكبر الله أكبر، هي دي الأخوة. يا راجل حرام عليك حرام عليك. بعد ايه يا استاذ نصر؟ بعد عمر طويل. عموما تيجي متأخرة احسن ما تجيش خالص. وفعلا بعد اكتر من 8 سنين اخيرا اتنازل نصر محروس على الهوا مباشرة عن تنازله عن الشرط الجزائي. يلا يا سيدي هنطلق سراحك وحريتك، روح يا شيخ ربنا يسهلها عليك في الحمام. وقع على ورقة براءة ذمة ومخالصة كاملة تعفي بهاء من أي التزامات قديمة أو جديدة. وفعلا نزل أغاني ألبوم سيجارة، وبعدها على طول نزل الأغنية من ألحان وكلمات عزيز الشافعي. الأغنية اللي في أقل من 24 ساعة بقت الأغنية رقم 1، وهي أغنية تعالي دلعك. مش انتي اللي حققت ملايين المشاهدات في ساعات قليلة. وكأن الجمهور كان مكبوت وعايز يعوض بهاء عن كل سنين الحبس الفني اللي هو مر بيها. واخيرا رجع بهاء سلطان الساحة الفنية، وبس رجع اقوى بحرية كاملة. وطبعا مش محتاجين نقول ان الشركات كتيرة كانت بتتهافت ان هي تمضي مع بهاء، ومن ساعتها شفنا اعمال كتير جديدة وكلها حلوة. طب هل هي دي الفترة الوحيدة اللي حصلت فيها مشكلة مع بهاء؟ طب هي دي المرة الوحيدة اللي بيحصل فيها خلاف زي ده مع نصر؟ للأسف لا، خلافه كان مع الفنانة شيرين قبل كده ب8 سنين. يمكن المشكلة تكون في رقم 8 والله أعلم، جايز. المهم إن خلافهم برضه وصل للقضاء بسبب نفس الشكاوى على شيرين، وإنه نصر كان بيجبرها تحت الضغط على دفع نسبة 25% من ربح حفلاتها الخاصة والأفراح، وهددها بتجميد ألبومها الجديد اللي هو الألبوم الشهير جرح تاني، وإنه هيتحط في الدرج لو ما وافقتش على شروط البند. وقتها شيرين قالت إن هي كانت بتتقاضى ملاليم، وبرضه ده كان من شركة فري ميوزك، وده مقارنة بالعروض
العروض المليونيه اللي كانت بتتعرض على شيرين وقتها. والمشكله وصلت زي مشكله بهاء، وصلت للنقابه اللي برضه اصدرت قرار رسمي بمنع شيرين من الغناء والحفلات مؤقتا. وانتهت الازمه بتدخل نقيب الموسيقيين اللي كان وقتها الفنان حسين ابو السعود والملحن هاني شاكر، وتم الاتفاق على فسخ العقد رسميا مقابل انه شيرين تدفع الشرط الجزائي. كام يا عم العقد الجزائي؟ 3 مليون جنيه مصري لصالح مين؟ ايوه نصر محروس. طب ما حلوه حكايه الانتاج دي وسبوبه الانتاج دي، ندور على شويه شباب موهوبه ونمضيهم وننفخهم، وعشان نحلهم يدفعوا لنا ملايين. احنا هنا مش بس بنحكي ايه الحكايه، احنا كمان بنقدم افكار بيزنس فور فري، يعني اي خدمه. طب يا سيدي ممكن يكونوا بس هما الحالتين دول بس بهاء وشيرين؟ لا، تامر حسني برضو اتعرض لنفس الخلاف، بس المره دي ما كانتش بسبب الاغاني بس، لا الازمه دي ولعت لما تامر دخل التصوير من الجزء الثاني من عمر وسلمى. انا ليه حاسس ان الاسماء دي اسماء طفلين في حضانه؟ نصر محروس ساعتها اعتبر ان المشاركه في اي اعمال سينمائيه من غير ما تامر يرجع له دي مشكله كبيره واخلال بالعقد، وكان شايف محروس انه العقد بيديله الحق في اداره كافه اعمال تامر الفنيه بما فيها التمثيل والسينما. الموضوع ما خلصش هنا، الازمه كبرت جدا لما تامر صرح في تصريحات اعلاميه واتهام نصر محروس باستخدام مشاهد مصورينها وهم بيهزروا، يعني مش مشاهد فنيه بجد، لا ده هزار بينهم، وتم استخدامها ودمجها جوه الفيديو كليب، وده كان في اغنيه هي دي عشان تظهر بصورة إيحاءات معينة، وده ما ساعدش في مشاكلهم اللي شغالة كده، بالعكس ده زود الخلاف والفجوة بينهم، وفضل القضايا رايحة جاية بينهم لحد ما تم الصلح وكل واحد راح لحاله. الدرس الأهم في تاريخ المزيكا المصرية، الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم فنان فاهم قانونيا يحمي نفسه، والمنتج الذكي هو اللي يعرف امتى يمسك وانت يسيب عشان يفضل تاريخه ابيض ويفضل معروف بين الناس بالسمعه الطيبه. انا عايز اعرف رايكم في الكومنتس، هل شايفين ان نصر محروس راجل ما عملش اي حاجه غلط وكان بيشوف شغله كمنتج، ولا هو كان راجل مذنب في اللي عمله مع الفنانين اللي اشتغل معاهم؟ اشوفكم الفيديو اللي جاي.